بما إن جزء من محتوايا عن الأساطير وفي كومنتات كتير يا عم بطل خرافات أو إيه شغل الكفر ده أو اتقي الله، فتعالى كده يا صديقي أقول لك يعني إيه أسطورة وإيه أهميتها بالظبط. أساطير أو ميثولوجيا مشتقة من كلمتين، ميثوس بمعنى قصة الشعب، ولوجيس معناها كلمة أو كلام. بالبلدي كده الكلام والحكايات اللي بتتقال من لسان الشعب. طب هي الأساطير موجودة ليه أصلا؟ البني آدم بطبعه ما بيحبش الحاجة المجهولة، فبيحاول إن هو يخلق أي مبرر للحاجات اللي هو مش فاهمها. ففي التوقيت اللي احنا بنتكلم عليه ده كان قبل الميلاد، يعني من سنين طويلة قوي، فما كانش فيه أسباب كتير مفهومة زي مثلا الكون ده جه ازاي او ايه اللي حصل بالظبط. فاليونانيين طلعوا اسطوره نشأة الكون، ان كان فيه الظلام والليل والارض والسماء، واتجوزوا وجابوا ذريه، ومن هنا بدأت البشريه. هم كانوا بيحاولوا يلاقوا اسباب للحاجات المجهوله بالنسبه لهم. طب الأساطير مهمة ليه؟ وليه في ناس بتدرس الأساطير ويعتبر علم كامل؟ أولاً كده من خلال الأساطير دي إحنا بنقدر نعرف الناس في الوقت ده كانت بتفكر إزاي، وإيه معتقداتها الدينية، وإيه ثقافتها، وإيه القيم بتاعة الشعب ده. وعايز أقول لك كمان إن الأساطير 3 أنواع رئيسية. أولهم حاجة اسمها الأساطير المسببة. يعني إيه؟ يعني أسطورة من خلالها بنعرف سبب الحاجة دي جت ليه أو جت إزاي أصلاً، زي ما قلت لك من شوية عن أسطورة نشأة الكون. أو أسطورة تانية بتاعت صندوق بندورة. الأسطورة دي بتقول لك الشر جه إزاي وإيه اللي حصل بالظبط، والشر ده بيسبب إيه للعالم. تاني نوع بقى من الأساطير اسمها الأساطير التاريخية، بمعنى إن بيكون في حدث فعلا حصل في التوقيت ده تاريخي، بس الشعب بيحط التاتش بتاعه، بيزود عليه يعني وبيجود زي ما بنقول كده. زي مثلا حرب طروادة، جزء كبير من المؤرخين قال لك الحرب دي ما حصلتش أصلا، وإن الأحداث المذكورة في الحرب استحالة تكون حصلت، لأن الموقع بتاع المكان غير مشابه للواقع تمام. وجزء صغير من المؤرخين بيقول لك لا، هي الحرب دي حصلت فعلا، بس الأحداث مش بالضبط كده، كانت أقل شوية. طب هم ليه عملوا كل البلبلة دي؟ أولًا كده الشعب كان بيحاول يفخّم الجيش بتاعه، اللي هو الجيش الأسبرتي، إن هو قد إيه الجيش ده جامد وقدر يحاصر المدينة 10 سنين، وقد إيه كانوا أذكيا وعملوا خدعة حصان طروادة ودخلوا من خلالها للمدينة. طب تالت نوع من الأساطير بقى اسمها الأساطير النفسية. الأسطورة دي بيكون بطلها شخص، وبيكون جوه الأسطورة دي زي موعظة أو قيمة معينة توصل للبني آدم ويقدر يستفيد منها. زي مثلا أسطورة الأمير أوديب، ده أمير جات له نبوة إن هو لما يكبر هيقتل أبوه، فهو عشان يكافح الشر ده خد بعضه وراح لمكان بعيد جدا عشان يكون بعيد عن والده وما يقتلهوش. الموعظة من الأسطورة دي إنك تقدر تتغلب على كل الأفكار الشريرة اللي بتجيلك، وإنك كبني آدم عندك القدرة إنك تبعد عن الشر وتختار الخير. وبس يا صديقي، دي كانت معلومة بسيطة كده.